جتني رساله تقول لي عبد الرحمن ارجع البيت. اخذت التليفون بسرعه، فاتصلت البيت، زوجتي تقول لي لو تروح المستشفى افضل. طيب اروح حق من؟ سكرت السماعه، اتصل في اخواني، اتصل في كذا، ما حد قاعد يرد علي. الان احنا مسلمين. رحت المستشفى طاير، وصلت ما ادري كيف، وقفت السياره وين، دخلت وجدت الرحمه، وجدت الانيسه، وجدت اللي كانت تشاركني افراحي، وجدت اللي كنت اذا جاي من برا وشايل درع كانت هي الدرع، هي اذا اخذت شهاده كانت هي الشهاده. لما خلصت الثانويه ودخلت البيت ما زلت اتذكر لما ركعت وسجدت لله عز وجل وتشكر، ما زلت اتذكر كل لمحاتها كل لحظاتها، كانت هي سر نجاحي في الحياه. وجدتها بهذا طيب شنو الشريط الان اللي راح يرجع يا ابو علي؟ ليش طلعت؟ ليش رحت ذاك الاجتماع؟ ليش رحت ذيك السفره؟ ليش ما قعدت عندها؟ ما كانت هي جنتي؟ ما كنت اقول للناس؟ يعني هي بالفعل لحظات موجعه. والله وقفت وقلت يا رب اسالك باي عمل قدمته ان لا يكون لي اراه صح. بديت اقول يا رب اتمنى ان يكون هذا حلم. نحلم احيانا ان نفقد عزيز. يا رب اسالك يا الله توسل اليك بان يكون هذا حلم. لكن ما كان حلم، كان حقيقه. رجعت البيت اقول كيف راح ادخل البيت؟ ذاك البناء الجميل ما كان مجمله لتلك الام. مهما كان بيتك قصر، مهما كان بيتك فيه جمال، ترى اللي كانت مجملته تلك الام، تلك الرحمه اللي انت ما تطلع الا لما تقبلها على راسها، ذاك الحضن الجميل اللي تحس فيه في الامان. لو كانت الدنيا فيها الحروب والدنيا فيها مآسي والدنيا فيها جوع، لكن اذا رميت نفسك في حضن امك تحس بالامان كله. يا اخي هي جنه، والله هي جنه، هي اسمها ام.